سالوا محيي اسماعيل قالوا له انت عندك استعداد انك تموت دفاعا عن وجهه نظرك؟ قال لهم لا طبعا، مش يمكن اكون حمار ومش فاهم. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الراجل فعلا عنده حق. طب بص معايا شويه كده، لو شفت كلب صغير وسالتك ايه ده هتقول لي كلب صغير. طب لو بعد سنه شاورت لك عليه هو هتقول لي ايه؟ كلب كبير. طب لو بعد 10 سنين هتقول لي كلب عجوز. بعد ما يموت هتقول لي كلب ميت، مع انه نفس الحاجه اللي شاور لك عليها هي، لكن الوضع اختلف. فما تزنقش نفسك في حته انت مش عارف هتبقى ازاي بعد كده. خلي الحياه ابسط من كده، خليك مرن ودايما اتعامل مع الامور بانها وجهات نظر. هيراقليطس اليوناني صاحب نظريه فلسفيه بتقول ان الثابت الوحيد في الكون هو التغيير. never say never. دايما خلي الباب في حياتك موارب. اولا انت بيبقى عندك وجهه نظر معينه مرتبطه بالبيئه اللي حواليك وتفكير معين انت بتفكر فيه. وارد جدا انك في يوم من الايام وجهه نظرك تختلف نتيجه معطيات جديده وبيئه جديده وظروف جديده غيرت وجهه نظرك. يعني لو انا ماسك مثلا علبه المناديل دي وهي كده اهي، وبقول لك على فكره علبه المناديل دي مكتوب عليها بالعربي، انت شايف انها مكتوب عليها بالانجليزي، وانا بحلف لك 60 يمين انها بالعربي، وانت تحلف 60 يمين انها بالانجليزي. انا وانت صح، مش لازم نتخانق، لان لو عملناها كده بقيت انت شايف اللي انا كنت شايفه وانا بقيت عارف وجهه نظرك. للعداله وجوه كثيره يا جماعه. خلي مخك اكبر من كده واوسع، ونيفر say never. يا سلام يا دكتور والكمان.